السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، ومساءنا كالعادة سكر بزيادة. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل الناس. والنهاردة حلقة جديدة مع الزغاليل رقم 2 يا ناس. النهاردة أول يوم دي شهر 8 أيام في البيبان، أكل شرب كل حاجة. الزغلول في بيبه هنا ما طلعش من ساعة ما جه. خلاص النهارده اول يوم دشار للزغاليل دي. الدشار اهو. خد بالك بقى انا طالع امتى، علشان ما عنديش ميعاد الصبح بدري. انا طالع اخر النهار بعد العصر قبل المغرب بساعة الا ربع كده. يعني الشمس هادية، الجو حلو، مفيش هوا، مفيش حر، الجو جميل. وانا محتاج نص ساعة الزغاليل تتدشر فيها. فتعالى معايا اوريك الدشار محطوط فين اهو. بص عند النضاره، الجنب اللي هو فيه الشمس بتنزل منه. خد بالك كده هتلاقيني حاطط ايه هناك، حاطط حته خشب اهي عشان الشمس ما تضربش فيهم برضو. خد بالك ببعد الشمس عنهم. يلا بينا مع بعضينا كده هنحطهم زغلول زغلول فوق. في زغاليل هنحطها فوق وفي زغاليل هنسيبها في الارض. انهو زغاليل اللي هنحطها فوق؟ الزغاليل اللي هي شايله نفسها، اللي بتطير. اللي بيطير هنحطه في الدشار، واللي مش شايل نفسه لسه صغير هنحطه في الارض. انا عارف انت بتقول لي ليه يا عم التربو، سامعك، سامع عقلك الباطني وهو بيتكلم. الزغلول الكبير اللي هو شايل نفسه انا بدشره علشان خلاص كده كده وقته اوانه عدى، اللي هو يتصفى الارضيه من غير شبكه. خلاص بقى بيطير فلازم يتدشر. طب الصغير يا ابو حازم، الصغير لسه ما بيطيرش، فيقعد يلعب في الارضيه هنا عشان يحبها ويطمن لها ويبقى طالع من عليها، وهيتدشر برضه بس مش دلوقتي. رقم 2 علشان الزغاليل اللي فوق اللي في الدشار تبقى عينيها في الارضيه وشايفه الزغاليل التانيه الصغيره وهي في الارض، ويبقى دايما عينيهم عليهم، يبقوا عارفين ان الارضيه دي هو الوطن بتاعهم. خلاص فيلا بينا نفتحهم. انا عمال الف عشان اجيب لكم اضاءه كويسه، مش عارف. يلا بينا نلف كاميرتنا ونبتدي حكايتنا. نبتدي كده يا رجاله من هنا. هناخد الزغلول ده. شوف هتلاقيني باخد الزغاليل اللي هي شايله نفسها، تمام اهو. هتلاقي الزغلول بيصاصي بس برضو بيطير. الزغلول بيطير. هات لي الكور كده. بص بيصاصي بس عافي بيطير اهو. بص دي زغاليل يا ريس، لو انا سبتها تطير على طول على طول. يقول لك كفاكيك كفاكيك، تمام. هات لي الكور كده، ده بيطير اهو. انا معاك اهو. بص واحده واحده. ده انا هوريكم نمره دلوقتي بمليون جنيه. هتشوفوا نمره بمليون جنيه. دي بطشات صغيره ما بتطيرش، هنسيبها في الارض اهو. ده انتوا هتشوفوا نمره دلوقتي بمليون جنيه. طبعا حازم ابني واقف مستني النمره، انا عارف. يلا ده لسه صغير بنفسجي. خد النمره ام مليون جنيه اهي، بس مش هوريها لكم دلوقتي. اصبروا اصبروا هوريها لكم والله، بس مش دلوقتي. هات لي الاحمر ده معاهم، ده بيطير تمام. المسود ده مش عارف والله بيطير ولا مش بيطير. ده اوعى كده حازم، ده لسه ده صغير، ده لسه صغير. هنسيبه في الارض برضو معاهم. الصغير هنسيبه في الارض تمام. السكرودة ده صغير اهو في الارض. ده بيطير. يبقى انا بقول لك ده بيطير. بيطير يعني شايل نفسه. ها يلا على الدشار يا معلم، على الدشار. خدوا بالكم انا بعمل زغاليل تمام، والقناتين شغالين محتوى زغاليل. بس انا مش عايزك تيأس وتقول يا عم انت مكرر المحتوى، ما القناه التانيه عليها زغاليل. هتشوف فرق ما بين الزغاليل دي الدفعه دي والدفعه دي. شوفوا اللي الدفعه دي الكبيره معموله الاول، بس الدفعه اللي هناك هتبقى اسرع في عملها واسرع في قلشها واسرع في كل حاجه. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان دي حمامه غزار وملونه وطويله. ده حمام عاده وغزارات عاده وكركات وبتاع حمامه مشمره. وهتشوف
الفرق ما بين الطريحه دي والطريحه دي في شغلها. انا خلي بالك عشان كده بقول لك اعمل لك حاجه جديده من نوعها. اصبر اصبر، ده لسه في طريحه تمشي سكه وطريحه تمشي سكه تانيه، وفي اولها هتمشي اتجاه واولها تمشي اتجاه تاني، في حاجات ياما، بس واحده 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 واحده. تعالى معايا نكمل ونشوف باقي الزغاليل. المسود ده لا ده لسه ما اعتقد لسه، والله يطير ده وربنا يطير ده يطير. ما علينا، خلينا بقى ايه بالراحه معاهم. هات تاني حلس. ايه الحلس زي ايه؟ يقعد ده في الارض، ده يقعد في الارض اهو. هات لي الاخضر ده، الاخضر ده ايه وضعه؟ وريني. استنى يا جدعان عشان انا مش عارف امسك الزغلول. الدشر ده ياخد دي شغل، خش يا ريس عدي شغل. معانا كرك ازرق برضو، ده لسه صغير اهو. بصوا يا جدعان، ما بعرفش امسك الزغلول، مش عارف امسك الزغلول. تعالى اهو تمام. بص عايز يقوم. احنا كده خلصنا. هنا في ايه؟ والله لسه في 3 تانيين صحيح. تعالى انت كده، فاضل 2 هناك وفاضل 2 صغيرين. انت في الارض، يلا بينا في الارض، وانت كمان في الارض. تموت انت تمام، وانتوا الاتنين تعالوا. واحد اهو. دول هيطلعوا بنتين يا جماعه، الشعل دول هيطلعوا بنتين. فاضل كمان واحد تاني هناك يعني. دي برضه تطلع بنوته، دي تطلع بنوته جميله دي ما شاء الله عليها. تعالى افرجكوا عليها. تطلع بنوته دي، اعمل بنوته دي ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نضف لها وشها بس مش دلوقتي لما نخلص ده الفيديو تمام. تعالوا بقى ايه، نخشوا على المفاجاه اللي كلنا مستنيينها. تعالوا، دول زغلولتين اهم اهو، بس ممكن ما يعملهاش النهارده عشان هو لسه كالف. ادي واحد اهو، هو ده واحد اهو حازم، بس حازم بيضحك. وادي التاني اهو يا جدعان، بصوا اهو. الزغلول ده بيطير وبيطلع على الظهر. الزغلول ده يا جدعان بيطير وبيطلع على الظهر، اللي انتوا شايفينه السبر بيه ده بيطلع على الظهر. لا بصوا بقى دلوقتي، اللهم صل على جمال النبي. دول في الارض وبيتهووا، بيقعدوا في الارضيه، بيحفظوا الارضيه، بيطمنوا للارضيه، وبخلوهم يتعودوا على الارض هنا خلاص، علشان لما اجي افتحهم بعد كده يبقوا حابين الارضيه ومش خايفين منها زي ما حضرتك شايف اهو. وبيهووا نفسهم. الزغاليل كالفه، الزغاليل دي كالفه ممكن يكون حوالي الساعه 12 كده، بس انا فاتحهم دلوقتي عشان الجو دلوقتي حلو وطراوه، والشمس ايه، الشمس مشيت اهو ما شاء الله اهو. دول يا جماعه كده لسه طريين، الزغاليل دي لسه طريه. المجموعه دي لسه طريه. انا ممكن اعمل المجموعه دي لوحدها، الدفعه دي لوحدها، واعمل الدفعه دي لوحدها اهي، واعمل الدفعه دي لوحدها، بس انا عايزهم مع بعض. يعني انا هصبر على دول شويه مفيش مشكله. عاوز دول يحصلوهم، انا هستنى وعاوز دول يحصلوهم. قول لي ليه؟ قلت لي ليه؟ لان عندي دفعه تانية هنا بتتدشر على الظهر، اللي هي الدفعه اللي موجوده هنا. فعقبال ما الدفعه دي تتدشر وتلم وتشوط وتاخد حقها في التشويط، عايزه مش اقل من شهر، مش اقل من شهر. عارف يعني ايه؟ يعني الزغاليل دي احنا النهارده مثلا نقوله 10/7، الزغاليل دي عشان تلم بعض وتجري ان شاء الله باذن الله على 10/8 عشان تلم بعض. في الوقت ده هكون انا لسه الزغاليل دي ببدا اسيبها على العرق تتدشر اللي هي موجوده فوق. هيكونوا دول خدوا حقهم في الدشور هنا ونشفوا شويه، وهيكونوا دول نشفوا شويه وشدوا حيلهم معايا شويه، وهتبقى دي مجموعه لوحديها ودي مجموعه لوحديها. الفرق بينهم قريب مش بعيد، فرق 15 يوم ما بين دول وما بين دول، لكن فرق ما بين دول ودول حوالي بتاع شهر، فرق ما بين دول ودول حوالي بتاع شهر ونص. فاهم انت السن؟ فانا بحاول اجيب السن اللي اقدر اقربه
اقربه. في زغاليل من دي انا اقدر اقربها هنا، بس خلاص المجموعه دي قفلت على كده. عايز اشيل منها اشيل، لكن احط فيها لا، خلاص قفلت. مع ان في زغاليل هنا عمرها يسمح اللي هي تخش مع دولة، بس انا بقول لك لا، خلاص حطيت بقى انا زغاليل وزودت عليهم، انا كده ببوظ الدنيا من اولها. هم 20 زغلول يقفلوا 20 زغلول لحد اما يخلصوا، واللي تطلع تيرة تنزل من الغيه والذكر يتبول. فيهم حاجه اشيل، حاجه بتركن اشيل، حاجه ما بتخدمش معايا اشيل، نتايه اشيل، لكن احط لا، ما ينفعش. وانت بتاسس زغاليلك دي برضه عشان تبقى للمعلومه، عشان كده انا بقول لك ما ينفعش اخد من دول احط هنا، مع ان في سن مقارب وفي ناس بتقول لك يلا ضموا يلا بينا، بس انا باسس. انا بعمل ايه؟ باسس. طالما باسس يبقى لازم اسس صح، لكن هي مش هوجه، والله ما هوجه. انا ممكن احط لك الصبح 50 زغلول على الظهر، الصبح 50 على الظهر، بس هي مش كده، بالعقل، علشان تعرف تعمل حمامتين او زغلولتين يشرفوك في اي حته قدام اي حد. اعمل معاهم الاصول علشان هم يعملوا معاكم الاصول او يردوا لك الاصول. خلاص. طبعا معانا احنا هنا، بصوا بقى تعالوا عشان دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. بصوا يا جماعه، دي مجموعه من البذور والبلكم والفلارس. دي مجموعه كامله شامله فيها كل انواع البذور اللي انت عايزها اهي. هروح دلوقتي في طاجن التحديق قدام حضرتك اهو، وهقوم رامي كده اهو اهو بالزغاليل اهو، بص، وهحط لهم هنا. هم دلوقتي كلهم هيروحوا عليه. اهم حاجه بقى، بص، ما خوفش الزغلول، احاول على قد ما اقدر ما اخوفش الزغلول مني، ما خليش الزغلول يخاف مني، ما اجريش وراه، ما اروح امسكه الكلام ده، اسيبه براحته. عرفت احط له حاجه احط له، العب معاه بحبايتين كلفه، العب معاه اهو. فين الكلفه ابو الترابيل اهي اهو، بص اهو، حبتين كلفه كده وانا قاعد العب معاه مثلا اهو، انكشهم كده، انكشهم كده. بصوا ملوش حل، ملوش حل. زئرد ده، زئرد ده ملوش حل. زئرد ده يخرب بيتك يا زئرد، زئرد يا جدعان اهو. بص عامل ازاي اهو. انا عايز اودي لهم المكلف هناك عشان هم ايه، هنخش عليه بس بالراحه يا جدعان. انا هزقه لهم برجلي كده واحنا واقفين مع بعضينا بالراحه، بس بالراحه، ريلاكس اهو. عايزهم بس يخشوا ياكلوا شويه بذور بصراحه، انا عاوزهم يخشوا ياكلوا شويه بذور دلوقتي واحنا قاعدين. بص زئرد، استنى انا هدخل لهم دلوقتي البتاع هنا اهو. هم خايفين، بصوا خايفين خايفين وادي الرجاله بتاعتنا. بص بقى الشمس هنا مش جايه عليهم، ها، بص الشمس هنا مش جايه عليهم، هو بعيد عنهم اهو، بعيد عنهم. طب هم كده بيتدشروا على ابو حازم، بص هم كده بيتدشروا يا ريس على المنطقه اهو، بيتدشروا على المنطقه ويشوفوها، ويشوفوا المنطقه كلها في الكامل. يعتبر انا كده انا اتشار اهو يا عم، انا كده الدشار بتاعهم. هم كده شايفين كل ده، وشايفين العرق بتاع الغيه، وشايفين الغيه من تحت، وشايفين الزغاديل اللي في الارضيه تحت اهو. لان هم بعد كده قبل ما انا افتح عليهم الشبكه او اقول لهم اطلعوا، هم هيكونوا قاعدين في الارضيه، هيبقوا هم حفظوا ايه؟ حفظوا الظهر، حفظوا الغيه، حفظوا الارضيه، عشان لما اطلع الزغاليل والزغلول اللي يقع يبقى في حاجتين لازم اعتمد عليهم. يبقى عارف هو طالع منين، يبقى عارف المكان اللي هو طالع منه. رقم 2 يبقى عنده قوه وعنده استطاعه اللي هو يقدر يطلع. يبقى لازم يكون الزغلول ناشف، وعلشان تقول زغلول ناشف لازم الزغلول يكون فاكك ريشه، يكون كتم. طول ما هو بيصاصي، طول ما هو لسه طري. خلاص يا رجاله. طبعا بصوا الزغاليل عملت ايه، تعالوا كده بصوا، بدأوا لما يخش على
على البذور اهي والبلكم والكلام ده. دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه انك تسيب الزغاليل كده. وعايز اقول لكم يا جدعان الزغاليل الصغيره ديت، وقسما بالله وقسما بالله وقسما بالله الزغاليل الصغيره بتاعتي دي، الزغاليل دي انا واخدها عمره اسبوع، مقومها على ايدي وهم عندهم اسبوع. واخدهم من عبد القادر لما نقدت في كرتونه كانوا حوالي 10 زغاليل. هم دلوقتي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هم دلوقتي 8. مات لي منهم 2. مات لي منهم 2. والحمد لله ربنا كرمنا بالثمانية دول اهو. بصوا هم الصغيرين اللي جنب بعض اهو. وطبعا جبنا عليهم كام الزغلول التانيين دول، حطينا عليهم كام زغلول تانيين علشان نقدر نكمل الطريحه ونعمل الطريحتين مع بعض في وقت واحد، علشان على الاقل لما تيجي عليا السنه الجايه على الاقل اكون مبيت لي 25 ذكر على الاقل. ده لو ما جبتش حمام دشار، ده لو ما جبتش دشار يعني. ودماغي لفت وراحت قالت لي روح للدشار ابو الترابيب. انتوا اللي هتودوني، قسما بالله ما حد هيوديني ورا الدشار غيركم انتوا. ما علينا، هنخلصوا. انا يهمني ان انا اعمل زغاليل الغيه، عاوز ابيت 25 30 ذكر زغاليل عيال الغيه، وبعد كده اي حاجه سهله. خلاص يا اخواتي ان شاء الله باذن الله. في حاجه تانية انا عايز اقولها لكم، انا من ورا لسه مغطي، تعالى معايا. بص يا باشا انا من ورا لسه مغطي اهي، مغطي بملايه. خلاص هسيبها النهارده وهسيبها بكره، وان شاء الله باذن الله بعد بكره هشيلها. امتى؟ هشيلها ان شاء الله اول ما افتح الزغاليل دي في الارضيه تحت الشبكه. يعني انا بكره ان شاء الله اشد الشبكه وافتحهم تحت الشبكه. خلاص ياخدوا بكره، وبعد بكره اشيلها لهم، اشيلهم بالنهار. خلاص هم اتاقلموا على الجو، خدوا على المناخ. الجو اللي هم كانوا فيه بتاع السلاكه الدافي نسوه، وجسمهم بدا ياخد على الجو الرطب. فكده خلاص حلو قوي، داخلين في 10 ايام. يبقى احنا كده عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. اخواتي وحبايبي تحياتي ليكم ولكل الناس اللي بتتابعني من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي، والسلام عليكم. عشان هتلخبط في الكلام، ابو احمد مرسي قاعد مستنيني اي غلطه، انا عارف. سلام.